السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. واليوم راح تكون الوصفة اللي راح نديرها لكم بهذه المعجزة اللي هي حبة التمر. هذه الحبة تاع التمر راح تكون معجزة بإذن الله للبشرة نتاعك. راح تداوميها هاد الأيامات باش إن شاء الله الوجه نتاعك راح يخرج بالله نهار العيد إن شاء الله. واش نحتاجو في الوصفة نتاعنا؟ نحتاجو تمرة واحدة برك تكفيك، يعني كل يوم استخدمي تمرة. المهم انا هنا راني درت دقلة نور. المهم تكون طريه، لازم تكون طريه. تقدروا تستخدموا الغرس ايضا عادي جدا. المهم هاد التمره ما لازم تكون يابسه، تكون طريه باش تقدروا ديروها. واش راح نضيف لها؟ نضيف لها تقريبا واحد 2 مغارف تاع حليب ولا 3 مغارف صغار هكاك. قيس 3 مغارف صغار تاع حليب. التمر راهو غني بالكولاجين اللي ينفع للبشرة. الحليب مرطب ومنعم وراح يخلي البشرة تاعك تسترخي وما راحش يكون عليها ولا يعني مضاعفات ولا حاجة. والتمر عنده واحد الفوائد رائعة للبشرة، راني جربته شخصيا وتكونوا متأكدين ان الماسك ولا الحاجة اللي نجربها نحطها لكم. اكيد ما نديرش حاجة بلا ما جربتها. شوفوا بعد ما عبزت هذيك التمرة مع الحليب حتى تولي هكاك، يعني تطلق روحها مع الحليب. زيد لها شويه نتاع جنشه، يعني كما شفتوا نص مغرف نتاع نشا، ونخلط المكونات جيدا حتى نولي نتحصل على قوام كريمي. كيفاش راح ديري هذا الخليط؟ هذا الخليط راح تكون وجهك نظيف ومليح، يعني نضيف مليح. بعدين تغسليه بالماء وكلش، من بعد تحطي هذا الخليط على وجهك وتخليه حتى ينشف. خليه نص ساعه، بعدين شللي وجهك. من الاحسن انك ديري هذا الماسك في الليل، ومن بعدين اذا عندك مال ورد رشي مال ورد. ماسك رائع، داومي عليه هاد الايامات كامل قبل ما ترقدي. تمره واحده و3 مغارف حليب وراح تشوفي النتيجه باذن الله. دعواتكم وصحه فطوركم.